ليه نشتري بيتزا من بره لما ممكن نعملها في البيت في 15 دقيقة بس؟ اقدر اقولكوا عليها ان دي بيتزا المستعجلين. شركة عادل العزة جربت من عندهم منتجات كتير قوي ولقيت عندهم الاختراع الجامد ده. عجينة بيتزا جاهزة على التسوية على طول، بنحط عليها التوبنج اللي نحبه وندخلها الفرن 15 دقيقة بالظبط وتطلع جاهزة. العلبة بيجي فيها 3 عجينة بيتزا، فانا هستخدم واحدة واشيل الباقي في الفريزر. يلا بينا نحضر التوبنج اللي عليها. تقدروا تحطوا عليها اي حاجة بتحبوها، انا حبيت احط عليها جمبري. حطيت زيت زيتون وعليه شويه توم، وكان عندي جمبري متبلاه بملح وفلفل وبابريكا، هحطه ياخد كده تشويحه على التوم، وبعد كده هشيل الجمبري وفي نفس الطاسه هنحضر صوص البيتزا. معلقه صغيره توم مفروم، وبعد كده هنزل عليهم بكوبايه كريمه او بديل كريمه الطهي، وحطوا عليها اي نوع جبن عندكم. انا حطيت ميكس جبن موتزاريلا على تشيدر على رومي، ورشه زعتر وروزماري وملح وفلفل، ونسيب الصوص على النار لحد ما يبقى متماسك كده. وهجيب البيتزا هي بتبقى مخرمه، بس انا هخرمها بالشوكه اكتر، واحط عليها الصوص الكريمي اللي عملناه واوزعه على البيتزا كويس. هحط كمان شويه جبن واوزع عليهم الجمبري، واحط بقى اي اضافات عندكم زي فلفل الوان او سويت كورن او زيتون، رشه زعتر كده من فوق، وندخلها الفرن ربع ساعه بالظبط، ولا اكتر ولا اقل. هتطلع خطيره بالصوص الكريمي اللي عملناه. حطوا كمان عليها اي صوص تحبوه وقطعوها، وهتاكلوا بيتزا احلى كتير قوي من اللي بنشتريها من بره، والعجينه رفيعه كده وطريه وطعمها حلو قوي.